دعت مجموعة بريكس في قمتها المنعقدة في جوهانسبورغ اليوم الخميس 6 دول للانضمام إليها، وتعززت القائمة الجديدة بالسعودية والإمارات ومصر وإيران وإثيوبيا والأرجنتين، تضاف إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا حسب ما أعلن عنه رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا. وأضاف رئيس جمهورية جنوب إفريقيا أن العضوية للأعضاء الجدد ستكون سارية انطلاقا من مطلع العام القادم 1 جانفي 2024. وأوضح رامافوزا أن المجموعة اعتمدت الإجراءات المطلوبة لإجراء عملية التوسيع، وسوف تكون هنالك مراحل لاحقة. وأضاف: أوعزنا لوزراء الخارجية بناء شراكة بريكس وتشكيل قائمة للدول الشريكة في القمة المقبلة. من جهته قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إن إجمالي الناتج المحلي لمجموعة بريكس ارتفع الآن ليصل إلى 7.2% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، فيما أصبحت تشمل 46% من سكان العالم. وأضاف: وقفنا على ما هي الإجراءات المعيارية لانضمام الدول الجديدة، وستكون بريكس محركا لنظام عالمي جديد. وأجمع الأعضاء الخمسة للمجموعة أن أبواب بريكس ستظل مفتوحة أمام ضم أعضاء جدد، وكانت 23 دولة تقدمت رسميا بطلب انضمامها إلى مجموعة بريكس منها الجزائر. وأعلن رئيس تبون في أكثر من مناسبة تقديم الجزائر لطلب انضمام رسمي إلى بريكس والحصول على صفة ملاحظ في المرحلة الأولى، كما أعلن عن طلب الجزائر الانضمام بصفة مساهم في بنك بريكس بقيمة 1.5 مليار دولار.